مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. كيف بقيتو؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كي دايرين مع هاد الشمس مع الصهد؟ حنا بعدا فاس راه فيه 46 درجة. اللي بغا يبرى من البرد يجي عندنا الفاس. بسم الله، ما نطولش عليكم مشاهدي الكرام. اليوم اكيد كتشوفوا ما كايناش العطرية هنايا، كاين هنايا تبارك الله هذاك الشيء ديال الحلويات. مشاهدي الكرام، غادي نوجد معكم كيكه غير عاديه، كيكه ماشي غير بالفرص، كيكه فيها بزاف المقويات. بسم الله نبدا معكم المقادير. عندي هنايا 2 كيسان ديال الفرص، عندي هنايا كاس سنيده ما عمرش، عندي هنايا كاس ديال الزجلان، جبتو نقيتو حمرتو اكيد وطحنتو مع اللوز. هنا الزجلان واللوز مخلطين، 4 ديال البيضات، كاين الكونفيتير، الماء الزهر، الخل. عندي هنايا شويه ديال الملحه، دانون، الشكلاط. عندي هنايا الزبيب، الكركاع. مشاهدي الكرام، كاس ديال الزيت. عندي هنايا 2 خمارات وحده فاني. بسم الله مشاهدي الكرام، نبداو. في الاول غادي نضيف البيض، 4 البيضات في الخلاط الكهربائي. غادي نزيد عليه خماره فاني، النكهه ديال الفاني. هذه كيكه معمره بالزنجلان والشوكولا. غادي نزيد هنايا كاس ديال السنيده، قريصه ديال الملحه، كاس ديال الزيت. بسم الله مشاهدي الكرام، غادي نطحن هاد العناصر هادو مزيان، وعاد غادي نكمل الكيكه ديالي. تحضير الكيكه. كما كتشوفوا معايا الخلاط الكهربائي. باركه. دابا غادي نزيد مشاهدي الكرام الزنجلان، كاس ديال دانون، علاش 4 ديال البيضات؟ حيت غادي نصوب في اللاطه كبيره، واللي عنده اللاطه صغيره يصايب غير 2 بيضات. عندي معلقه ديال الكونفيتير، معلقه كبيره، انا درت 2 معالق صغار. بالنسبه للخل عندي معلقه. الماء الزهر حتى هو معلقه، كتجي زوينه بزاف بالنسبه للاطفال، يعني راه كاين مقويات فيها. كتبات ليا نيشان في الماكينه، شنو المشكل؟ نعاود نطحن هاد العناصر هادو مشاهدي الاعزاء. انا هنا غادي نضيف هنايا كاس ديال الطحين الفرص. غادي نعاود ثاني كما كتشوفوا معايا هكذا. غادي نخلط هنا هكا باش ما توقفناش في الماكينه. بالنسبه مشاهدي الكرام لهذا الكاس هذا انا دايره غير احتياط، باش الا جاتني شويه جاريه نزيدو. صافي دابا غادي نخلط هنايا الطحين ديالي مزيان. كتشوفوا معايا غير بشويه. كيتخلط ليا انا الطحين مزيان مع البيض مع ديك العناصر اللي
في الاول. بالنسبه للمسكوته قد ما عطيتيها الخليط قد ما كتجي زوينه. تخلط غادي نزيد الشوكولا شكلاط الكحل كنجيبو كنقطعو هكا طريفات كما شفتوا معايا. هنا انا غادي نضيف كركاع على حسب الذوق، نتوما شحال بغيتو. بالنسبه للزبيب هي زوينه بزاف، هاد الكيكه هادي مزيانه للاطفال، الفيتامين مزيانه فيها، الفواكه اليابسه اكيد. مشاهدي الاعزاء، اذا انا هنايا كنسالي الخليط ديالي، كنعاود نخلط بالخلاط الكهربائي. نتوما شوفوا الطريقه غير بشويه. صافي غادي نزيد دابا ندي هنايا خمارات، ما غاديش نصبر نشوف الا كانت جاريه، كنظن انها ما جارياش. الكيكه ديالي جاتني كعبه هي هذيك، لحقاش زدت فيها انايا كاس ديال الزنجلان. كاس الزنجلان بطبيعه الحال مع 2 كيسان ديال الفرص راه كافي. غادي نزيد الخمارات، 2 خمارات. انا قلت لكم اللي بغى اللي فيه شي برد يجي عندنا دابا الفاتحيه الدول البرد، راه تبارك الله راه الحراره راه لا اله الا الله، الله يبرد علينا. صافي هادشي اللي كاين. غادي نخلط الخمارات اللي انا درتهم، درت 2 خمارات. غادي نعطيوهم الخلاط مزيان الا باش تطلع الكيكه زوينه. الكيكه قد ما عطيتيها تخلاط مزيان قد ما كتجي فجوجه زوينه، كتجي طالعه، يعني ماشي فجوجه هي ماشي شفنج، ولكن كتجي طالعه زوينه، كتجي عاطيه. صافي بركه. انا هنا غادي نجيب المول ديالي، ها هو هذا كتشوفوا معايا. كنحيد الموس، تبارك الله جايه معلقه فيها الفواكه اليابسه. بالنسبه للاطفال مفيده بزاف، كنقولها ونعاود يعني. بالنسبه لربات البيوت هاد الكيكه هادي كتصلح للاطفال بطبيعه الحال، حتى الناس الكبار، ولكن الاطفال. انا دابا غادي ندير الكيكه ديالي هنا كما كتشوفوا، ماشي كلها مازال، غادي ندير غير النص فيها بركه هكذا. كتشوفوا معايا مشاهدي الكرام، غادي نحاول نسيرها في المول على هاد الطريقه هادي هكذا. راه كتسير راسها بيديها لان جايه ما خافوش منها، نعطيوها علاش واخا تطلع في المعلقه ولا السحاته اللي كيديرها ماشي مشكل، معليش. هنا غادي نجيب الكاكاو، 2 معالق صغار ديال الكاكاو على حسب الذوق نيت. انا كيعجبني الشكلاط بزاف. حاولوا ما نضيعوش العجينه. غادي نعاود نطحن الكاكاو. صافي انا طحنت الجزء الثاني اللي بقى من العجينه كما كتشوفوا،
طحنته مع الكاكاو. نعاود نحيد هاد معليش راه ما كيبقاش فيها الطحين. العجينه راه واحد انوكس راه كتحيد. نعاونو بشويه د الموز. هي بالنسبه للخلاط الكهربائي مولينكس احسن، ولكن انا بغيت هادي جايه واسعه وجايه قصيره، يعني كتشوف العجينه ملي كتكون كتطحن كتشوف العجينه قبالتك. بسم الله. انا غادي نحيدها هكا. الكاس ديالها زوين، كيساعدك على الطحين، كيساعدك انك تشوف الكيكه ديالك. نحاولوا نحيدو هاد العجينه، ما نخليوهاش، ما نضيعوش العجينه بزاف، راه هكا فيها المقويات نساعدوا معاها. صافي بركه. حنا ساليين الكيكه ديالنا هكا. مشاهدي الاعزاء، هاد الكيكه هادي فيها فوائد كثيره كما لاحظتوا معايا. الزنجلان مزيان. غنعاود قد الكيكه ديالي دابا راه ماشي بحال الجزء الاول، لا درتي الثانيه خصني نقادها مزيان. كي كتشوفوا امام الكاميرا ما خصنيش نخلي الوسط طالع، نخلي الجناب خاويين. انا هنا كنعطيها حقها في المول. وبهكذا مشاهدي الكرام كنكون انا ساليت الجزء الاول ديال تحضير الكيكه ديالي اللي محشوه او معمره بالزنجلان. وقلنا الشكلاط، اللوز، كركاع. مشاهدي الكرام انا الفران ديالي راه كيسخن بطبيعه الحال. قبل ما كنوجدوا الكيكه كنشعلوا الفران اكيد. دابا غادي نديرها في الفران طيب، وغادي نرجع معكم للجزء الاخير من الكيكه ديالنا. مشاهدي الكرام رجعت لكم مره اخرى بعد ما طيبت الكيكه ديالي. شوفوا تبارك الله كي طلعات مزيانه. ملي كانت كطيب انايا درت ذوبت هنا الشكلاط، واحد 25 غرام ديال الشكلاط الكحل المسوس، ذوبته في حمام مريم كما كتشوفوا معايا. بالنسبه للتزيين عندي الشكلاط، عندي المواد اللي انا درت فيها لداخل هي اللي غادي نزين بها: الكركاع، الزبيب، الزنجلان واللوز مطحونين. بسم الله. عندي هنايا عصرت واحد شويه ديال التشين غادي نزيدو مع شويه مع الشكلاط اللي انا ذوبت شويه هكا باش كتجي فيها النكهه ديال التشين كما كتشوفوا معايا. دابا انا غادي نضيف الشكلاط ديالي هكذا فوق الكيكه. معليش واخا يتهرق هكا راه ماشي مع الجناب. عرفتي كي كتجي رائعه بزاف الشكلاط والنكهه ديال البرتقال. بيني وبينكم ملي غنسالي صغير غادي نعصر واحد الكاس ديال التشين، راه الحال سخون بزاف. صافي وكنديروا الشوكولا ديالنا هكذا، ولا بغيتو تزيدوا معاها حتى الكاكاو المور. ملي تكونوا كذوبوا الشكلاط زيدوا الكاكاو عفوا الشكلاط المور كاكاو، ماشي مشكل. يعطيوها الشكلاط هكا، راه ملي كتدخليها للثلاجه سيداتي وكتذوب كيبقى داك الشكلاط زوين. نحاولوا نصاوبوا حتى الجنبات. صافي وكنمشيو معاها هكذا. عندي هنايا الشكلاط غير شويه مع الجناب. بالنسبه للفواكه اليابسه بغيتو
تخليوهم يعني ما تطحنوهمش كما درت لهم انا، ماشي مشكل كيبقاو مقرقشين يعني مهرمشين من الداخل. بغيتو طحنوهم فاحسن بالنسبه لي. انا كيعجبني نطحنهم باش كيجيو حتى في المذاق. كتجي الكيكه ديالنا كتجي معلكه، كتجي بحال الكيكه، كتجي بحال الطورطه عفوا. انا يعني غطيت الكيكه ديالي كلها بالشكلاط، عمرتها مزيان. كتشوفوا معايا راه واخا يبقى الشكلاط هنا منين غادي يجمد في الثلاجه غادي يجي زوين. شوفوا جات معايا تبارك الله الكيكه. واخا انا هنا غادي كيما قلت لكم الزين ديالي عندي هنا الكركاع. شويه ديال الزبيب، مازال ان شاء الله مشاهدي الكرام ان شاء الله في المستقبل غادي ندخلوا ان شاء الله الركن ديال الطورطايات ديال الكريمه. هنا غادي نجيب شويه ديال الزنجلان واللوز اللي انايا اللي بقى ليا اللي طحنته وبقى ليا ملحو. شويه اللي درت غادي نملحها هكذا فوق منها. غادي تقدميها للضيوف ديالك وانتي مرتاحه، كتجي من الداخل زوينه بزاف للاطفال. اللي كنتيا في الدار يعني تصاوبيها الفطور الكوتي كتجي زوينه بزاف. وهكذا مشاهدي الكرام انا كنكون تبارك الله راني ساليت الكيكه ديالي. يمكن ليا نحلها من الداخل ونوريها لكم، ولكن ما عرفتش واش لان مازال شكلاط مازال ما جامدش، ولكن غادي نوريها لكم. كتجي هشيشه بزاف، معليش واحد الطريف منها مازال هذا. مشاهدي الاعزاء الكيكه ديالي ها هي دي. شوف كيف كتجي من الداخل، كتجي تبارك الله زوينه. انا غادي نذوق. روعه تبارك الله، كتجي عامره بالفواكه اليابسه. هي بالنسبه لي انا مازال هي سخونه، ما غاديش تجي شويه حتى كتبرد لان فيها الشوكولا. مشاهدي الاعزاء كانت هذه هي الوصفه اليوم، الكيكه معمره بالشكلاط، الزنجلان، الكركاع. المواد يعني الفواكه اليابسه بصفه عامه. كنتمنى انكم تجربوها، غتعجبكم بزاف، وكنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. مشاهدي الكرام شكرا لكم على المتابعه، وكنشكر المشاهدين الاصدقاء الجدد اللي التحقوا بيا في هذا الاسبوع هذا، وكنشكر الاصدقاء القدام ديالي على المتابعه وتشجيعهم القناه. كانت معكم ليلى من قناه ليلى للمنتوجات. في امان الله.